مرات يتصل عليك عمك يوصيك باغراض، يعني يوصيك يقول جيب خبز جيب صامولي. لا انا عمي تعدى المرحله هذه بشوي يعني، والله مو بشوي، بواجد يعني. قبل فتره اتصل لي عمي قال وينك؟ قلت والله في الرياض. قال تجي الدوادمي؟ قلت لي ساعتين ان شاء الله كذا وامشي للدوادمي. قال حلو، بيقابلك رجال بيعطيك بندق ورصاص جيبها معك الدوادمي. ليش عمي بندق ورصاص مصرحه؟ قال لا يا رجال ما هي مصرحه. قلت انت تبيني اجيب سلاح معي في الخط؟ طيب عمي ايش رايك تحط معها مخدرات حبوب؟ اي نفس الشيء نفس الطرحه يحط. قال يا رجال جيبها بسترك عني السوالف اصلا يا رجال، انت اصلا انت ما حد يشك فيك، اصلا انت ما عندك شنب عشان يشكون. هو كذا عمي ما يرتاح لين يخربها، مع اني متجمل انا جايب لها سلاح. والله واخذ رقم الرجال اتصل فيه، قلت سلام وين تبيني اقابلك عشان ناخذ البندق؟ قال تلقاني عند كبرياء الحرس. قلت شو رايك تقابلني في حوش وزاره الداخليه؟ تستهبل انت، اطلع فدخل، اطلع اخذ منك فدخل. هو اخذ البندق من طال عمرك الفها بطاطين، معي بطاطين والفها بطاطين واحطها في المرتبه اللي ورا جثه. ما انا صرت شبهه الحالي، البطاطين دي شبهه ما يدوب امشي مع الخط مع سيد التريلات كل درى اني مشبوه وحاجه. حتى في المحطه يوم جيت اعبي وقفت فخر تانك الهنود درى، قال يا رجل عشان البندق وينك رايح؟ امشي قريب ما نروح نلحق. يا ولد انا الافلام لعبت فيني والله يعني. يوم جيت بدخل البقاله حقت المحطه اوخر عن الكاميرات لا تشوف وجهي. يا ويل امها يا الحمد. والله ما حد طق لي خبر. ورا لك نقطه الرياض بس الحمد لله ما كان في عسكري واقف، لاني ادري لو في عسكري، لو عطس والله لو عطس اني لا اعترف معي بندق انا ورا الاف بطاطين. تعدت نقطة الرياض اللي عمي يتصل سلام وينك؟ قلت والله مع الخط. قال انتبه من نقطة القوعية، خليك اول ما يفيضون من صلاة المغرب وانت معهم خلاص. حلاها قعمي ما هي بنقطة. هذا مع الخط يقلبها في راسي يقلبها في راسي. قلت يا ولد ايش تسوي في نقطة القوعية هذه؟ قلت انزل ردمية لين اتعدى القوعية ثم اطلع على مزعل ولا امرها ولا شيء. والله صدق وانزل ردمية طال عمرك واروح مع النفود واضرب في النفود وهابط وانا اضيع والله وارجع للسريع مرة ثانية. حركات بندر بن سرور هذه ما ضبطت معي ولا ما ادريها. ومرة لك نقطة القوية، مرة نقطة القوية الرجال واقف اللي يشنبه من العارض اللي الحرة مهيلة مصيبة رجال واقف طال عمرك موقف اللي قدامي. وانا جيت طال عمرك وقفني قال مضلل. بغيت اقول اي بندق فضيع خلاص رايح فيها. قلت لا والله ما ضللت. خلاص روح الله يستر عليك. كذا وصلت الدوادمي اللي ناشف ما فيني قطرة دم وادخل على بالبطاطين شايله واضربها عنده. كل ود انت بتشد عندنا قلت عادي البندق عن هنا يفتش بني خيك 16 لحتى تتصل فيني.